تعالى يا صديقي بقول لك، عارفك بتشتكي من النت المحدود وزهقت وجبت اخرك. عارفك بتشغل فيديوهات على جودة 240 و360، ولما تحب تكافئ نفسك بتشغلها على 480 وتقول ياه ده انا باشا كده. يعني اصلا عشان تعرف تشوف الجودة ديت انت محتاج نضارة كل شوية تروح تتابع استهلاكك وتحس انك داخل على فيلم رعب مش داخل تشوف استهلاكك. جيجات بتروح في الهوا، تنزل لعبة 10 جيجا تلاقي تخصم 15 و20 جيجا. كل دول العالم عندها نت غير محدود وبسرعات خرافية الا 4 دول منهم العظيمة مصر. وازيدك من الشعر بيت، في دول كانت بتتمنى يكون عندها كهرباء وطالعه من حروب وعندها مجاعات وعندها نت غير محدود بسرعات خرافيه وبسعر ولا في الخيال. يا صاحبي الصومال يا معلم، عارف الصومال اللي فيها مجاعات والبنيه التحتيه فيها اقل من عندنا بكتير، ممكن ب 4 دولار في الصومال تاخد نت غير محدود وبسرعات 200 و300 ميجا. فحوار البنيه التحتيه مش مستحمل نت غير محدود. عايز شركات النت تركن الحجه دي على جنب نهائي عشان احنا ما عادش بناخد بالكلام ده. انا بقول كفايه صدمات كده في الاول، غلي تقيل بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. في البداية يا صاحبي احنا طبعا مستمرين في حملة انترنت غير محدود، وده الفيديو الخامس في السلسلة دي. عايزك تدعم الفيديو وتوصله اكبر عدد ممكن، وكمان هسيب لك رابط الجروبات بتاعة الحملة في الوصف، سواء جروب الفيس او جروب الواتس الاحتياطي لانه الاساسي بفضل الله اتملى. المهم هسيب لك جميع الرابط في الوصف او في اول تعليق. عايزك تحاول تنشر الجروبات ديت في كل مكان. خلينا بقى في موضوع الفيديو. لا يخفى عليك معاناة الشعب المصري يوميا من الانترنت المحدود. الشركات تقول لك خد 140 جيجا كويسين ماشي بيهم نفسك لاخر الشهر. طيب دولت انا هعمل بيهم ايه؟ طالب في ثانوي هيعوز يجدد الباقه دي كام مره في الشهر؟ شخص عنده شغل على الانترنت هيجدد الباقه دي كام مره في الشهر؟ شخص حابب يطور من نفسه ويتعلم برمجه مثلا هيجدد الباقه دي كام مره في الشهر؟ انت كده بالباقات المحدوده اللي مكتف بيها الناس بتقضي على التنميه، بتقضي على حلم شباب كتير كان نفسه يلاقي نت غير محدود زيه زي بقيه خلق الله عشان يعرف يطور من نفسه ويتعلم حاجه تفيده. انا من مكاني ده حابب اوجه رساله للمسؤولين في الدوله، بالباقات المحدوده ديت انت بتدمر اقتصادك بنفسك. تخيل كده لو الانترنت عندك بقى غير محدود، هتلاقي شباب كتير جدا بيحاول يطور من نفسه ويتعلم حاجه تفيده، وده هيعود عليك انت كدوله بالايجاب في الاخر. ده غير انه في حاجه غلط اصلا في احتساب استهلاك الشهر. تحمل اللعبه 10 جيجا تبص تلاقي السحب 15 و20 جيجا، ومش انا الواحد اللي بعاني من الحوار ده، اشخاص كتير جدا. زائد كمان ممكن تغيب عن البيت بالايام وترجع تلاقي الاستهلاك بتاعك قل وفي جيجات مسحوبه. طيب ازاي يا رجاله؟ هو في عفريت بيسرق الواي فاي ولا ايه الدنيا عندكم؟ المواطن المصري حاليا هيفكر في انه ياكل اسرته ولا يفكر يشحن النت ازاي؟ متخيل يا صاحبي لو الانترنت عندك في مصر بقى غير محدود؟ يومك كله هيتغير من اول ما تصحى لحد ما تنام. الشاب اللي نفسه يتعلم برمجه او جرافيك هيبدا ياخد كورسات من غير ما يخاف على الباقه. الطالب هيحضر محاضراته بدون قلق من غير ما يضطر يشوف الفيديوهات بجوده 144. اليوتيوبر هيقدر يرفع فيديوهاته وهو مطمن. واحد شغال فريلانسر مش هيفكر كل شويه النت هيخلص ولا لا. الابداع هيزيد، فرص الشغل هتزيد، التعليم هيتطور والبلد كلها هتستفيد. ده مش خيال يا صديقي، دي حاجات بتحصل فعليا في دول اقل مننا بكتير. وعشان كده بقول الانترنت مش رفاهيه، الانترنت بقى من اساسيات الحياه زيه زي الكهرباء والميه. من الاخر يا صاحبي لو الانترنت في مصر بقى غير محدود، ده مش هيعود علينا احنا بس بالايجاب، لا ده كمان اقتصاد الدوله هيتاثر. الباقات الحاليه دي لازم تتلغي نهائي. مش بنطلب حاجه مستحيله يا جدعان، احنا بنطلب حقنا، بنطلب حقنا يا جدعان، مش بنطلب حاجه عيب. دي اول حاجه عايزك تفهمها. تاني حاجة يا صديقي بقى عايزك تفهمها، انه الانترنت ده مش حاجة الشركات بتستوردها من بره وبعدين بتبيعها لنا، لا الكلام ده غير صحيح نهائي. الانترنت ده يا صديقي عبارة عن كابلات رابطة العالم كله ببعضه، يعني حاجة دايمة على طول مستحيل انها تخلص اصلا. المعلومة المهمة جدا اللي عايزك تعرفها بقى انه بلدنا العظيمة مصر بتمتلك 17% من الكابلات اللي بتربط العالم كله. انت متخيل يا صديقي بلدنا بتمتلك 17% من كابلات الانترنت ومش عارفة توفر لنا انترنت غير محدود؟ يعني الدولة الوحيدة اللي بتسبق مصر في عدد الكابلات البحرية اللي بتمر من عندها هي امريكا. مصر بتقدم خدمة انترنت لدول افريقية والدول دي بتقدم نت غير محدود لشعبها. مصر بتمر فيها كابلات بتربط بين اسيا واوروبا والدول دي بتقدم خدمة انترنت غير محدود لشعبها. ومش عايز اي حد يضحك عليك ويحسسك انه ده الطبيعي في كل دول العالم، بالعكس يا صاحبي كل دول العالم عندها نت غير محدود الا 4 دول زي ما قلت لك، وكمان اغلبيتهم ما عندهمش باقات 140 جيجا والكلام الفاضي ده. اقل باقة عندهم 500 جيجا وبسعر اقل من باقة ال 140 جيجا عندنا. واربع دول قريبا جدا هيبقوا 3 بسبب انه دولة زي سوريا شغالة على انه يكون عندها انترنت غير محدود، لانهم هناك برضه رفعوا هاشتاج وطالبوا بحقهم، وده اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. المهم بقى يا رجاله مش عايزين الكلام ياخدنا وننسى ندعي لاخواننا واهلنا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كربهم وامن روعهم واشف جرحهم وارحم شهدائهم. وبالنسبه بقى باللي بيحصل بين الخنازير وايران، كلمه واحده مختصره اللي هقولها: اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ما تصلي على النبي يا عم ويلا بينا نكمل. دلوقتي شركات الاتصالات حجتهم الوحيده وهي البنيه التحتيه. طب ما تيجي افاجئك واكلمك عن دوله اقل مننا بكتير عندها انترنت غير محدود. الصومال. الصومال البلد اللي كتير بيستهزأ بيها، النهارده النت عندهم غير محدود وكمان اسعارهم ارخص بكتير يا جدعان. الصومال انتوا مش مجاعة؟
بص مجاعة وإيسن. انترنت انليمتد ب 4 دولار، والنت صاروخ. النت في الصومال سرعته 200 ميجا و300 ميجا. اوه. العراق بلد خارج من حرب، الانترنت عندهم غير محدود وارخص من عندنا. الهند، نيجيريا، باكستان، بلاد عندها سكان اكتر مننا بكتير وبنية تحتية اقل، بس عندهم باقات غير محدود. فما تجيش تقول لي حوار بنية تحتية، لانه انا وانت واللي بيسمعنا عارف انها مش حوار بنية تحتية او غيره. كمان من الاخر عشان نوفر مجهود على بعض يعني. بص يا صديقي، انا كل الحجج اللي قالها الجهاز القومي وشركات الاتصال لما نيجي نطالب بانترنت غير محدود، انا رديت عليها رد قاطع وغير قابل للنقاش في جميع الفيديوهات اللي فاتت. يا صاحبي والله الموضوع مش مستحيل، وممكن عادي جدا يكون عندنا انترنت غير محدود، احنا مش اقل من اي حد. بس في مقولة كويسة جدا عجبتني بتقول مع الصبر تنال ما تريد، فاحنا عايزين صبر لاقصى درجة حتى لو استمرينا على الحملة دي شهور. وبفضل الله عندنا خطة تخلي جهاز تنظيم الاتصالات يستجيب لطلباتنا. السعودية يا صاحبي زمان كانوا بيعانوا من نفس مشكلتنا، الناس هناك اتلمت وقالت بصوت عالي راح نفلسكم. قطعوا الشركات، عملوا ضغط رهيب، النتيجة شركات الاتصالات ركعت والنت بقى لا محدود وبسرعات جبارة. فاحنا ليه ما نكررش تجربة السعودية جنبنا؟ الموضوع مش محتاج غير صبر والله يا صاحبي، مش عايزين يأس، مش عايزين الحملة تطلع ترند يومين وتنام. بإذن الله هنطلع بهاشتاج قريب جدا، وعايزين أكبر عدد من الناس يشارك في الهاشتاج ده. فانزل دلوقتي انضم للجروبات بتاعتنا عشان توصلك التحديثات أول بأول، وتعرف إيه المطلوب منك لو في حاجة جديدة حصلت. وكمان ما تنساش تتابع صفحة التيك توك، هننزل عليها فيديوهات أول بأول عشان نعرف نوصل لجمهور أوسع. مش دي الصفحة الرسمية، انا عايز الاقي مليون صفحه على تيك توك بتتكلم على الحمله بتاعتنا. وانا بدات اشوف ناس كتير جدا عامله صفحات على التيك توك فعلا، والريتش عندهم كويس جدا. يا ريت نستمر على كده بقى. والله يا صديقي احنا عندنا امكانيات تخلينا من افضل الدول في العالم لتقديم خدمه انترنت لشعبها، بس لو نقف كلنا ضد السرقه اللي بتحصل فينا ونقول بس كده كفايه سرقه. من الاخر يا صاحبي احنا عندنا امكانيات بس الشركات مش عايزه تخسر. عايز اقول لك بقى حاجه مهمه، حقنا مش هيجي بالكلام بس، الكلام ده خطوه لكن اللي جاي اقوى، وان شاء الله هنوصل لمرحله نضغط فيها على جهاز تنظيم الاتصالات ويغيروا الوضع اللي احنا عايشين فيه من سنين. انزل دلوقتي اكتب تعليق تشجع بيه غيرك وحاول تنشر الفيديو ده لاقصى درجه. واحب اقول لك بقى ما تقلقش وطالب بحقك بقلب جامد، لانه احنا ماشيين في الطريق السليم ومش بنهاجم اي حد ومش بنحرض ضد اي طرف. وقبل ما نختم الفيديو في نقطه مهمه جدا لازم نوضحها، حملتنا سلميه 100% ومش مرتبطه باي حزب او كيان سياسي. احنا شباب مصريين بنحب بلدنا وعايزين نشوف بلدنا الاحسن في كل المجالات. كل اللي بنطلبه هو انترنت غير محدود بسياسات عادله تخلي شركات الاتصالات تكسب، وفي نفس الوقت تضمن لنا خدمه محترمه مقابل الفلوس اللي بندفعها. احنا مش عايزين شركه تقع، مش عايزين حد يخسر او نكون سبب في ضرر حد. احنا في الاول وفي الاخر عايزين نت غير محدود وخدمه كويسه مقابل الفلوس اللي بندفعها. وباكد تاني يا صديقي حملتنا سلميه 100% ومش عايزين اي جهه تركب الموجه وتحاول توقع الحمله. احنا دلوقتي في مرحله الترويج للحمله ولسه ما اطلقناش اي هاشتاج رسمي، فيا ريت نركز دلوقتي على نشر الحمله في الجروبات وصفحات السوشيال ميديا ونفهم الناس انها رجعت وبقوه. ولما نيجي نطلع بالهاشتاج هيكون في ميعاد متحدد وهنعلن عنه مع بعض عشان نضمن انه يوصل ويحقق تاثير فعلي. احنا مش مؤسسين الحمله، احنا زينا زيكم، وكل فكره بنشتغل بيها جايه منكم ومن تفاعلكم. وشايفين مجهودات ممتازه على التيك توك، صفحات كتير بدات تظهر وتتكلم والتفاعل بيزيد كل يوم. ما تيأسوش لسه بدري، واحنا مع بعض هنخلي صوتنا يوصل. وفي النهايه صوتنا عالي ومش هننام، وحقنا في النت مش اوهام. وبس كده صديقي، والسلام.